عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا بقى زرنا معرض الكتاب وحابين نشارككم زيارتنا لمعرض الكتاب. جبنا مجموعة كتب حلوة، المفروض ان شاء الله بإذن الله ان احنا نقراها. بمناسبة القطايط الحلوين اللي موجودين معايا جبت كتاب جميل اسمه كيف تتحدث فيصغي إليك المراهقين. بمناسبة المراهقين الحلوين اللي موجودين معانا، ازيك يا محمد؟ وكمان جبت كتاب اسمه الطفل القائد. ده كتاب مهم لكل اب وام عايزين ينموا مهارات اولادهم وخصوصا في القياده. وكتاب اسمه على سطح البطيخ، على سطح البطيخ. وكمان كتاب جبته هديه لولادي اسمه افكار صغيره لحياه كبيره للرائع كريم الشاذلي. تخيلوا وانا ماشيه في المعرض لقيت ايه؟ لقيت كتاب اسمه متجوز ومش مبوز. متجوز ومش مبوز، ده كتاب لراجل هو اللي كاتبه. انا ما كنتش مصدقه نفسي بصراحه. يا رب يا عبد الرحمن اللي كاتب الكتاب ده كل الرجاله تبقى زيك يا رب. وكمان جبنا كتاب اسمه فيها حاجه حرشه فعلا لحبيبتنا وزميلتنا هنا في المنطقه جارتنا اسمها ساره الذهبي. كتاباتها معظمها ساخره وبتمس قضايا المرأة المصرية المطحونة. جبنا كمان قصة كفاح عن دكتور إبراهيم الفقي. تمام. وإيه كمان عالم البنات. عالم البنات. فكرة قالت لي معلومة حلوة قوي. إن أنا إزاي أختار كتابي. إزاي بقى يا نسيبة؟ إني أختار لما أجيب الكتاب اللي أنا عايزاه أقرأ كذا قطع عنده. أيوة. شوية منه، ولما افهمه مخي يستوعبه او الاقي فيه معلومات كتيرة اقدر ان انا استوعبها هختار الكتاب. برافو عليك يا نسيبة، وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا ما نتدخلش في قرارات اولادنا، احنا نقول لهم اقروا فقرة فقرتين لقيتوا نفسكم فاهمين الموضوع وعايزين تقروا فيه عندكم شغف وفضول انكم تعرفوا الباقي، يبقى الكتاب ده هيعجبكم جدا وهتحبوا القراءة عن طريقه. وايه كمان يا محمد انت جبته؟ 7 أرواح يا ماما. والورقة. الورقة ورحلتي من الطب الى القلب. شكرا يا محمد. حاولنا نجيب تنويع تنويعة مختلفة من الكتب علشان نقدر نحبب أولادنا في القراءة، وهي دي الرسالة اللي أنا عايزة أقولها لكل أب وكل أم بيشتكوا إن أولادهم قاعدين قدام الآيباد، قدام الجيمز، الفيسبوك، قاعدين مع أصحابهم مش عايزين يقرأوا، مش عارفين يملوا فراغهم إزاي. دي وسيلة مهمة جدا من وسائل ملء الفراغ، إن أنا أوجههم لاهتمامات اخرى، اعرفهم ان الدنيا فيها حاجات كتير غير اني اقعد قدام لعبه محبوسه او فيسبوك محبوسه قدامه بس. لا، انا الدنيا فيها افاق كبيره انا اللي بفتحها لهم، وفي نفس الوقت مش بخنقهم. فانا ممكن احدد ميزانيه صغيره جدا، اقول لكل ابني من ابنائي شوف انت ممكن تشتري مثلا في حدود 10 20. وعلى فكره في قصص كتير جبناها ب5 جنيه القصه، ده انت ممكن كمان تجيبها. وكمان انت حتى يكفي ان هم يروحوا يعرفوا ان في ناس بتقرا، في حاجه اسمها قراءه، في حاجه اسمها معرض كتاب. انا واثقه ان حياه ابنك هتتغير، ان ما كانتش دلوقتي هتبقى بعدين. بالاضافه ان انت هتنمي عنده مهاره اتخاذ القرار بانك ما تتدخلش في اي كتاب. هو طبعا احنا بنقول في خط عريض، المهم انها تكون محترمه وهادفه وليها قيمه، فانت بتسيب له المجال وبتوديه الاماكن المحترمه اللي يقدر يشتري منها الحاجات دي. فبالتالي هو عشان يختار من الحاجات المحترمه اللي انت حددتها، انت كده بتنمي عنده مهاره اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليه. ده بالاضافه طبعا ان شاء الله لما يقعد يقرا بتنمي عنده المهارات اللغويه وتفتح له افاق كبيره وجديده. ما تتضايقوش او تحبطوا لو اولادكم جابوا الكتب وما قروهاش، هيقروها في يوم من الايام. مهم جدا 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 ان احنا نعودهم على ده باقل التكاليف وباقل الامكانيات. بشكركم جدا واشوفكم في فيديو جديد. يلا مع السلامه، باي.